لما هتيجي تقري آية متناقضة مع آية تانية فهيقول لك ما هو عقلك المحدود لا يدرك الغير محدود. قولي له اسكت، أنا عقلي أنا الله. قولي له اسكت، أنا عقلي أنا الله. قولي له اسكت، أنا عقلي أنا الله. وخلقنا لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه. تفتحي بقى وتقولي ده كرم المراه، وفي الاخر يقول له واضربوهن، ففي الاخر المحصله صفر. حاطط حاجه وعكسها، حاطط حاجه وعكسها. حاطط حاجه وعكسها، حاطط حاجه وعكسها. واتوه مهورهن، وبعدين يقول لك ايه وخيركم الاقل مهرا. واتوه مهورهن، وبعدين يقول لك ايه وخيركم الاقل مهرا. واتوه مهورهن، وبعدين يقول لك ايه وخيركم الاقل مهرا. حديث أقلهن مهورا أكثرهن بركة لا يصح مع شهرته، ولكن عندنا نصوص أخر في التيسير: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. آتوا النساء صدقاتهن. الخطاب في قوله آتوا هل هو للأزواج أو للأولياء؟ في الآية قولان. القول الأول أنه للأولياء، فيكون المعنى أن الله أمر الأولياء أن يعطوا النساء صدقاتهن بدون أن يأخذوا منهن شيئا، لأن العرب في الجاهلية إذا زوج الرجل ابنته أخذ المهر ولم يعطها إلا ما تلبسه ليلة الزفاف، والباقي يأخذه يسلبه إياها. فأمرهم الله أن يؤتوا النساء صدقاتهن نحلة. طب وانت بقى مش متدينه، هتقولي له ايه ساعتها؟ هتقولي له وكل طائر الزمناه طائره في عنقه، صح ولا هي الايه ايه؟ فكريني. ايوه بالظبط. وكل طائر الزمناه طائره في عنقه، صح ولا هي الايه ايه؟ فكريني. ايوه بالظبط. فكريني. ايوه بالظبط. فكريني. ايوه بالظبط. الله المستعان.
جات له واحدة بتكلمه قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي لك. جات له واحدة بتكلمه قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي لك. جات له واحدة بتكلمه قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي لك. الحديث بيقول السيدة عائشة بتقول كان النبي يأتيني وأنا حائض من تحت إزار. الحديث بيقول السيدة عائشة بتقول كان النبي يأتيني وأنا حائض من تحت إزار. يا كذوب، يا ام الكذابين، يا شقيقة مسيلمة الكذاب،